إنه الموت. الحمد لله الذي أمات وأحيا، وهو الوحيد الذي يبقى. سبحان من أضحك وأبكى، وله الأمر في الآخرة والأولى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإليه المنتهى. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المرتضى، والصلاة والسلام على خير من حذر من الدنيا، إذ هي دار المصائب والبلوى. سيدنا محمد صاحب الشفاعة الكبرى، وعلى آله المكرمين وأصحابه المقربين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، واستعدوا لرحلة ليست عادية، رحلة لا عودة بعدها إلى الدنيا. إنها انتقال من دار الفناء إلى دار البقاء، وانتقال من دار العمل إلى دار الجزاء. إنها رحلة لا محيص عنها، إنه الموت. واعلموا أن الدنيا ليست مقرا، إنما هي ممر. قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. الموت شارع لا بد أن يعبر به كل كائن حي، وميدان يتحتم أن يجتازه كل مخلوق موجود، وكأس يدار به عليهم، ولا بد لكل ذي روح أن يشرب منه ويذوق طعمه. ورحا دوارة بين الخلائق جمعاء. ليس للموت علامة قطعية يجزم بوقوعه، فالأهبة له خير من التغافل أو التجاهل عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وما نسي الموت أحد إلا طغى، وما غفل عنه إنسان إلا غوى. فقد كان السلف الصالح يكثرون من ذكر الموت حتى في أوقات السرور والصفاء، عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: أكثروا من هاذم اللذات. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. وما لنفوس لا تتزود وهي مسافرة، وما لها لا تتأهب للنقلة إلى الدار الآخرة،
أو ركونا إلى الدنيا وقد ذهبت الأمم الغابرة، أو اغترارا بالإقامة ومطايا الأيام بهم في كل لحظة سائرة؟ هل سمعت بمن نسي به الموت فينسى بك؟ أولك حيلة تختفي عنه، أم لك قوة تدفعه عنك؟ وما أقرب الموت منا، كل يوم يدنو منا وندنو منه، وليس بيننا وبينه إلا أن يقال، وليس بيننا وبينه إلا أن يبلغ الكتاب أجله، فنكون في عداد الموتى الذين قضى عليهم الموت. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إنه الموت سخاؤك لا يخفيك عنه، وبخلك لا يدليك منه، وجهلك لا يقربك إليه، وعلمك لا يبعدك عنه. علامة كونك ستموت أنك ولدت وتعيش. وقال بعض الصالحين: من كان الموت موعده، والقبر بيته، والثرى مسكنه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ فيجب على العاقل أن يحاسب نفسه بنفسه على ما فرط في جنب الله. من عمره، ويستعد لعاقبة أمره بصالح الأعمال، ولا يغتر بالآمال، فإنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: مسكين ابن آدم، محتوم الأجل، مكتوم الأمل، مستور العلل، يتكلم بلحم، وينظر بشحم، ويسمع بعظم، أصير جوعة، وسريع شبعة، تؤذيه البقة، وتنتنه العرقة، وتتعبه الشرقة، وتقتله الشرفة، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. قد يعيش إنسان 1000 عام ويموت جنين، ويموت صحيح ويبرأ مريض، ويموت شاب جلد ويعيش شيخ ضعيف، وقد تموت فتاة رشيقة وتمتد الحياة بحيزبون عجوز. قد يموت إنسان بعثرة أو غصة ريق، ويعيش من وقعت به حادثة، والله على كل شيء قدير. قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إنه الموت. لقد أخذ الأنبياء والمرسلين، ووافى الأقطاب والصالحين، وطفس العلماء والزاهدين، وأباد الموت الموظفين والمزارعين، وفاز بالمشاة والراقدين، ولا يفلت منه شجاع ولا جبان. وقد داهم الفقراء والأغنياء، وأردى المترفهين والمتقشفين، وعود الطائعين والعصاة. ولقد أطاح الموت الملوك والأمراء والسلاطين،
وأهلك الرؤساء والوزراء والمدراء. إنه الموت. أين الصحابة والأصفياء؟ وأين التابعون الأتقياء؟ وأين الشهداء والأولياء؟ وأين المجاهدون والأوفياء؟ كلهم صاروا إلى رحمة الله، وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إن المنون هو السبيل، ومن يكن لم ينتهجه برجله فكأنقض. إنه الموت. وأين الجبابرة والقياصرة؟ وأين الأكاسرة والفراعنة؟ وأين الجراهمة والقناطرة؟ وأين الطغاة المستنفرة؟ كلهم صاروا أثرا بعد أن كانوا عينا، كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا. وهل شيء يصان عن البواري؟ وروي عن قوم عيسى عليه السلام قالوا له: إنك لا تحيي من الأموات إلا من مات حديثا، ولعله لم يكن ميتا، فأحي لنا من مات من الزمن الأول. فقال لهم عيسى عليه السلام: اختاروا من شئتم. فقالوا: أحي لنا سام ابن نوح. فجاء قبره فدعا الله، فإذا به قد ابيض رأسه ولحيته. فقال له: يا سام، ما هذا الشيب؟ ولم يكن معك حين وفاتك. قال: سمعت نداءك فظننت أن القيامة قامت. قال: منذ كم سنة وأنت ميت؟ قال: منذ كذا وكذا 1000 سنة. فما ذهب عني ألم سكرات الموت ومرارته. قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الحمد لله الذي خلق فسوى، ثم قدر فهدى. سبحان من خلق الزوجين الذكر والأنثى، فضل الآخرة على الأولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى القائل: وكفى بالموت واعظا. وعلى آله أهل التقى وصحبه نجوم الهدى. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن أكبر واعظ هو الموت، الذي قدره الله على خلقه وكتبه على عباده. فالموت حتم لا مفر منه، فهو يصل إلينا أينما كنا، سواء كنا في بطون الأودية أو على رؤوس الجبال أو في الجو أو تحت البحار أو قاع المحيط أو تحت المياه أو في القلاع المنيعة والحصون المتينة. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. دخل ملك الموت على نبي الله داود عليه السلام فقال له: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا يهاب الملوك
ولا يمنعه القصور، ولا يمنع منه القصور، ولا يقبل الرشا. قال: إذن أنت ملك الموت وإني لم أستعد. فقال له: يا داود، أين فلان جارك؟ وأين فلان قريبك؟ قال: ماتوا. وأين فلان وأين فلان؟ قال: كلهم ماتوا. قال: أوما كان لك في موت هؤلاء عبرة لتستعد بها؟ ثم قبض عليه السلام. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أرسل ملك الموت إلى نبي الله موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه، أي لطم نبي الله موسى الملك، ففقع عينه، فرجع إلى ربه وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: فرد الله إليه عينه وقال له: ارجع إلى موسى وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال موسى: أي رب، ثم ما؟ أي ثم ماذا بعد نهاية هذه السنوات المزادة؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن يا رب. قال تعالى: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت. وروي لما جاءت وفاة إبراهيم عليه السلام، قال للملك: أرأيت خليلا يقبض روح خليله؟ فأوحى الله إليه: هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ قال: فاقبض روحي الساعة. وقيل لأعرابي: إنك تموت. قال: إلى أين أذهب؟ قالوا: إلى الله. قال: لا أكره أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه. ما المرء إلا ابن الثرى ولو ارتقى فوق السماء بسلم لم يخلد. قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أو يطمع أحد في البقاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد خير عليه الصلاة والسلام بين البقاء في دار الفناء والانتقال إلى جوار الرحيم المنان، فاختار الذهاب على البقاء. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. أتى جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه غناه عن الناس وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا. الموت لا يضر من قد سعدا بل هو راحة لمن قد رشدا. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله.
اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة خير أيامنا يوم لقائك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غائبا عن أهله إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيته، ولا مهموما إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم أن تصلوا وتسلموا على حبيبكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو أول من قام بالصلاة عليه، كما أثبت لنا ذلك في محكم التنزيل، تمشيا مع قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين، واكتب السلامة والعافية لعبيدك المؤمنين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه الدقيقة والجليلة يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.